فيه عندنا بيت عروس شعبي موجود في منفوحة اسمه بيت أم خلوي. بيت أم خلوي هذا البيت تقام فيه الأعراس الشعبية، وأجمل ما تحضر سامر الدواسر وسامري اللي يطيح فيه الزار، يستنزل فيه الزار هناك. فكنا كان تشدنا الحفلات هناك، تشدنا. كان من الناس اللي يجون أبو سعد الحقباني وهو شاعر شعبي جميل، هو اللي يقول صبرت واشوف كثر الصبر ما فاد، الناس ترقد وانا عيني شتزيه، الله يجازيك يا مركوزه لانها تدخل على السد حد الحضرميه ويشيلها، مع انه ضابط كبير قائد، اظنه كان قائد الحراسات الملكيه او شيء من هذا القبيل، يعني كان في منصب كبير. لكنه في الليل هالبسيط الشعبي المغني اللي مع الناس يمسك الصف بشكل متواضع جدا. فجاء في يوم من الأيام وأنا على زمان ننام على السطوح، وحنا كنا على طريق الطالع لمنفوحة، كنا في معتسال تطلع من دخنة في الطريق إلى منفوحة قبل شارع الأعشاء، في على اليمين حي اسمه معتسال، في هناك معتسال. في معتسال كنا ننام في الصيف في السطوح، والعروس تقام في الصيف أكثر شيء، ويسري صوت الغنى والسامر والطار معلم. فكتبت العرس. هذا الكلام في 85 ميلادي 1985. وعلى فكرة هذا النص نشر في جريدة اليوم ونشر في جريدة الوطن، نشره في جريدة الوطن دكتور أحمد الربعي الله يرحمه. تناهى إلى مسمعي، تناهى إلي قراع طبول أتى ساريا من جنوب المدينة من بيت أم فجاوبته، زفاف هناك ومن زمن ليس ينأى إلينا مع الريح والليل هذا العبق ولا صوت هذه الدفوف. يقولون ما زلت ماذا على القلب إن هو ما زال يغويه دفء الطراب، وماردة لا يمرغ في الطين إبهام رجليه إلا وترتد عبر الشرايين والأوردة تفجر من غيه ما تبقى وتلقيه جثمانة أهامدة، كلما بخرت جن منها جنون الذين استراحوا وراحوا. أيا زمن المسك والجاونية يا أهل تلك العشية، ويا أهل حبي محملة هذه الروح مسكونة بالشجا والمدى وبالحمد قبل التحيات، بالله قبل الخليقة والكون والعرش، هذا الذي الرزق منه ومنه الحياة ومنه الفوات، الملاذ إذا قد من دبر ذات يوم قميص. أمن عجب أن يرف جناح وقد غص قلب وقد غص عين وقد غيض من نبعها الماء، طارفة من تلاد وها هي ما بيننا الشمس ترقص في ليل عرس البلاد. أيا أنتما يا خليين ما بين أن تمخراه عبابا يحيط بفلككما من قلوب، وما بين ألا تميل انعطافا علينا غريق هنا. أنقذاني أناديكما الشريف النظيف الذي قبل يومين عامين 20 عاما لحدناه في ذات قبر، غسلنا يدينا اغتسلنا بدمع فراق عليه نسيناه، من يا ترى يستطيع التجرد من جرحه؟ لتلك الملامح إما تطل من الذاكرة بوجه إذا جدولته الليالي يطل من الذاكرة، لتلك الشماريخ في كفه معللتي ينبت العشب ننبت في صفحة الغيمرية ونعمر بالرقص أيام عيد وعرس وموسم كل حصاد. الله عليك، الله عليك.